مؤيدة كاكا عالمي، اللاعب نازل باوفر 109. هنشوف المتطلبات وهنشوف الامكانيات، ومش بس هنجرب كاكا، ده احنا هنجرب كمان جاريس بيلي اللي انا جبته في القناه التانيه. لو انت مش عامل هناك اشتراك او انت لو ما شفتش الفيديو، فانت المهم القناتين دول يا اسطى انت شوف، انت فايتك كتير. فتيجي نشوف مؤيدة كاكا هتبقى عامله ايه والدنيا هتبقى ماشيه ازاي. مبدئيا كده تعال نشوف اللاعب الاول. تعال للي ما شافش اهو، دي تشكيلتي. جاريس بيل يلعب اس تي، يلعب ال دبليو، يلعب ار دبليو في كل حته. ودي الدكه بتاعتي، دكه تجيب صداع يعني ان شاء الله. يلا بينا يا باشا. شوف هنجيبها منين. ها مرموش يا رجاله، مرموش يا جدعان، مرموش يا اخوانا. قدم ضعيف 4 ومهاره 4 ويلعب ال دبليو اس تي. ادي جامده دي، حته ان هو يلعب ال دبليو. بدأ ان هو يغير لك في المكان بتاعه، فهيبقى جامد. هينزل بقى يلعب لك جناح. متطلبات مؤيدة كاكا يا اسطى، متطلبات مؤيدة كاكا. بص هو عايز 400 نقطة. يعني احنا قبل ما نتكلم في تقاطع هنشوف هل هو يستحق ولا لا. عايز منك 3 لعيبة 105، عايز منك 5 لعيبة 106. اي لعيبة، مش طالب حاجة معينة. وطلب منك 3 لعيبة 107 و400 نقطة ضد الماء ضد اللهب. في حالة انك عشان تجيب لاعب 109 اوفر جامد، امكانيات عالية، اي 1250 1500 1000 نقطة على الاقل. امكانية كاكا 4 قدم ضعيفة، 5 مهارة، 4 قدرة تحمل. السمات عنده يا عالمي، عنده تسديدة بارعة، منافس يعني. الشوط عنده شغالة. نيجي للامكانيات. بالنسبة للامكانيات يا اسطى انا اتصدمت الصراحة. انهاء تسديدة بعيدة، قوة تسديد، تمركز، كرات هوائية، ركلات ترجيح. امكانياته الهجومية بالنسبة لكام جامدة جدا. يعني ده امكانيات اس تي. تسارع، سرعة ركض 25 23، مروع 126، تحكم بالكرة 120، رشاقة 124، ردود الفعل 118، عدوانية عنده 78، القفز 80، القوة 95. الكارت جامد جدا ويستحق انك تعمل اللاعب لو انت معاك المتطلبات بتاعته. بس انا عايز الفت نظرك لحاجة مهمة. اغلب الناس لحد النهاردة بتعتمد على اللعيبة ال 112 زي انا كده، مثلا زيكو، كافارا، عندك فيردلاند، عندك روبرتو كارلوس، عندك يوهان كوريف اللي هو من افضل المهاجمين لحد النهارده. ايه المشكله عالمي؟ المشكله ان ممكن انت تروح تضحي بلعيبه كتير عشان تجيب لاعب 109. اقول لك لا، استنى، خلي اللعيبه ال 112 عندك لحد ما يبقى عندك امكانيه ان انت تجيب اللعيبه دي من غير ما تضيع اللعيبه اللي عندك. انا لما كنت ببدل اللعيبه دي واجيب لعيبه التوتس اللي انا كنت اجيبها والالتيميت توتس، كنت بعمل ده علشان انا عندي لعيبه متاحه وعايز اجيب لعيبه اوفرات عاليه، فالدنيا كانت سهله وكان معايا مليارات ضيعتها طبعا. فما تعملش ده غير اما تكون انت الدنيا مريحه معاك او مرتاحه معاك. لكن ما تجيش تعمل ده وانت ما عندكش الا اللعيبه ال 112. يعني ما تروحش تجيب كاكا وانت ما عندكش لعيبه 112 هي دي اللي شغاله عندك. تيجي بقى نشوف الراجل ده في مركز الار دبليو عامل ازاي. تعمل مؤيدة كاكا. تعمل مؤيدة كاكا يا اسطى. وادي الحسبه الاسبوعيه اهي. تعمل مؤيدة كاكا، اعمل مؤيدة كاكا. انا بقول لك اعمل مؤيدة كاكا، انا بقول لك اعمل مؤيدة كاكا. شوف الناس اللي كانت بتقول لنا التقييم وما التقييم يا اسطى، خليك على القناه التانيه والقناه دي، خليك على الاثنين يا اسطى، خليك على الاثنين. هنظبط لك الدنيا. مين اللي جاي؟ مين اللي جاي للماتادور الاسباني؟ جاي لنا كيكو 112 اهو. الراجل اوفر 112 او اللعيبه اللي معاه 112. بنفيكا جماعه، بنفيكا هيقابل تشيلسي. بنفيكا هيقابل تشيلسي. معاه رونالدو الظاهره، معاه مارادونا، معاه مولر، معاه ريباري. ودي التشكيله بتاعتنا المتواضعه. طبعا احنا لعبنا بخطه 4 2 4 اللي انا ما بحبش العب بيه اصلا، بس علشان الراجل المحترم ده. بس انا ممكن العب الماتش الجاي بخطه تانية مختلفه، وبرضه عشان يلعب باجنحه. زي ما وعدتك قلنا هنقيم. وصلنا بطل فيفا في كل حاجه، بطل فيفا في كل حاجه. يلا باشا. كنت عايز اجيب بكافو لكن لقيت يا اسطى الراجل هيلعب في 3 مراكز مختلفه. ما جابوش ليه؟ 3 مراكز مختلفة. انت متخيل يا اسطى؟ حتى صلاح اللي نازل ار دبليو لقيته بيلعب اس تي. ريح بقى يا صلاح بقى، ده انت جه واحد هيقعدك يا اسطى دكة، هيلعب اس تي وهيلعب ار دبليو ويلعب في كل حاجة. ده شاطها منه والمدافع واقف. فين انت ايه اللي جايبك هنا يا فان باستي؟ يلا باشا اول لمسة. جاريس بيل. طبعا الكارت ال 112 بتاعه كان هاكر. انا مش عارف انا كنت عملت كده ازاي يا جدعان. ده انا دخلت يجي 16 لاعب عشان اجيب كريستيانو رونالدو. يعني شوف انا لسه بصيح وال10 مليار اللي كانوا معايا حطيتهم طبعا سريع. سريع. كادت ان تعبر الشباك. يلعبها عاليه. ما لعبهاش عاليه. قطع. يا سلام. شوف.
ها، دي مش اوفسايد دي ولا كانت فاول ولا كان حاسبها ايه؟ يلا يا عم جاريس بيل. شوف طيارات، عندنا طيارات. انا ابص، انا عايز اشوط يا اسطى. يا اسطى انا عايز اشوط، عايز اشوط يا معلم. ده في لعيب واقع في الارض عايز اشوط بيه. ده دخله اس تي، اعمل بقى ار 2، اعمل بقى ار 4، كل حاجه. ان انا ما برتاحش في الخطه دي بس خلينا نشوف. ها، كنت هعمل سرور لرونالدينيو بس اتأخرت، اتأخرت جزء من الثانية. نيفيز، خلت جون يا اسطى. الله لا 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 لا. باع الراجل بعد ما راح انفراد رجع. تحصل تحصل تحصل. يلا جاريس بيل. بيو. شاهد ما شافش حاجة. جاريس بيل اول اسيست. يعني هنجيبه هنا. هبط، هبط جاريس بيل، هبط جاريس بيل. عمل وضع الهجوم. ها قوم يا اسطى. خدها، خدها. ليك نصيب. جابها. كان قبل ما يطلع ليه نصيب يعملها. طبعا احنا نزلنا اتنين ما يقوليش حد عنهم. يلا يا يوهان يا كوريف، اللي هو من لحد النهارده من افضل المهاجمين في اللعبه. لا 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 لا، فاول دي صح. يلا باشا. بعت واحده ايه يلا. خدها يا اسطى. يا رونالدينيو. المفروض كفارة ينزل مكان رونالدينيو بقى. جي جي يا معلم. خدنا الماتش الاول، هنجرب خطه تانية. انا عايز اجربها الصراحه. بس هنوقف مين هنا؟ ايه ده؟ ليه كده كيكو؟ عايزين نجرب خطة تانية. خدنا النجمة التالتة. تشكيلة. هنعمل تعديل الفريق. هي الخطة دي. طبعا جاريس بيل واقف هناك في الهجوم. ها ها. طيب مين جناح ممكن يلعب هنا؟ جناح ممكن يلعب هنا. احنا قلنا يا عم هنجيب جاريس بيل هنا على عدلته، وهنجيب ده هنا. احنا هنلبخ فيها شوية بس مش مشكلة. وهنجيب مهاجم يوهان كوريف. خلينا نجرب يوهان كوريف اللي احنا بقالنا كتير. بقول لك ايه، والظاهرة يلعب هنا والظاهرة هيلعب هنا. يلا باشا. بس انا كان الفكرة ان انا لاعب جناح هنا، بس مش مشكلة، خلينا نروح. يلا باشا. يلا ما تدور يا اسباني. عملت مؤيدة كاكا ولا لا؟ انت جبت يا اسطى اللاعب اللي بيلعب في كل حتة ده ولا لا؟ جاريس بيل بيلعب في كل حتة في الملعب. جالي محمد بطل اف سي 13 12 10. يعني هو اوفر ممكن 113 110، بس الدفاع عنده مش احسن حاجه. خلينا نشوف التشكيلات. محمد بلوجو المالديني، والماتادور بلوجو الماتادور. مولر، يمين يامال، رافينيا. هجوم دوري ابطال. انت برشلوني ومعاه بدري، ده برشلوني خالص جدا. يلا باشا. طبعا الظاهره يلعب جناح، هيلعب 3 دقايق ويقوم طالع. 3 دقايق بالظبط هيقوم طالع. الله الله الله. جيليتش الزنطره. ليه كده يا محمد؟ طب انت متخيل رونالدو الظاهره هيخدم على الفرقه؟ بس هيبقى ايه؟ ده جناح اسطوري الراجل ده لو ينزل ال دبليو. ياه. فاول. ليست فاول. شوف الظاهرة يا ولد. راح فين؟ شفت يا جدعان عدى ازاي؟ شفت عدى ازاي يا رجالة؟ يلا باشا. يوهان كوريف في تانو كورة. هل هيخسرها؟ خسرها بالفعل.
تشمتش فيها يا رونالدو الظاهرة يا عم يوهان، ده انا نزلتك مهاجم ونزلته جناح. تيو قاطع. يوهان كوريف والرد يأتي سريعا. سريع ضعف يا رجالة، ضعف جامد. هو خسر الكرة دي ازاي؟ الراجل خلاص العبها جون. جون. ياه، فان باستن شال جون. يلا بينا. فان باستن شال جون. راح فين يا باستوني؟ يلا خد اهي. والله العظيم جامده. والله العظيم جامده، بس كانت على رجلي العكسيه، المفروض عملتها ار 2 دي. شفت يا اسطى ال 1 2 3 كانت جامده دي، بس احنا هنا في لبخ. طب هو كده رونالدو الظاهره جاب اخره. الظاهره جاب اخره، ممكن يلعب لنا كوره واحده يا عم ونجيب كفاره. كانت عايزه جون دي. اهي يا اسطى طالبها، خدها اهي. يا سيد الحكم والله دي فاول دي. شايفين التقطيع؟ تقطيع اهو اهو اهو. تقطيع. ايوه قطعي كمان. مش شايف يا جدعان، والله ما شايفها. جون، هات لها جون عشان والله العظيم الجون ده عالمي يا جدعان. والله العظيم يا اسطى ارقص كده يا اسطى، ارقص عشان الجون ده تاريخي يا اسطى. احنا بنلعب على الاوتار. بص بص بص. يا سلام، لبره ولجوه وحاجات، وار2 بالراحه بقى علشان تروح في حته صعبه على الجون. هيعمل الجليتش الزنطره اهي. ماشي. محمد عايز ينتج جون يا اسطى في الزحمه. كفارة خيليا. انت متخيل انا معايا كام لاعب 5 و5 مهاره؟ الله الله. جابها برضه، اتقطعت منه برضه. بيو خدها انت اهي. عارف ليه؟ لان ترى احبك. بيو. والله ترى احبك يا رونالدو الظاهره. ترى احبك. اوكي. امسكها الحارس. جزء المدافعين ارجعوا شويه عرر. خلت. الدنيا هنا مفتوحه الناحيه التانيه. شوف المدافعين يا جدعان. شوفوا يا جدعان المدافعين يا جدعان. شفت المدافعين بتوعنا يا جدعان؟ طب ازاي سابوا الراجل يجري لوحده؟ ها، ده في لاعب جه هنا طلع بره الملعب. طب انت جيت تطلع بره الملعب ازاي؟ مش فاهم. شيله خلت. جون. جاب جون ركنيه يا جدعان. انا لو نزلت صلاح. تغيير ما اتعملش، شفته؟ معكش حاجه تاني؟ بس كده يا معلم، وده كان خلاصة الفيديو بتاع النهارده. ان شاء الله هنشوفك في فيديوهات جايه كتيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.